يعني ايه ريتش؟ هشرح لك. تخيل كده ان انت فاتح محل في الشارع، والعمارة اللي قدامك ساكن فيها 3 اخوات، احمد وحسين ومنى. احمد نزل الصبح، صبح عليك وشاف المحل ومشى. ربعاية وراحت نازلة منى، برضو صبحت عليك وبصت في المحل ومشت. وبعديهم بساعتين نزل حسين، برضو بص على المحل وشاف الفاترينا وشاف كل حاجة وخد بعضه ومشى. احمد افتكر اللي هو نسى حاجه، فراح راجع البيت، عدى من عليك، مسى عليك، وراح خد بعضه وراح طالع. هنا المحل بتاعك اتشاف من العيله دي 4 مرات، ولكن الحقيقي اللي شافوه هم 3: احمد وحسين ومنى. يعني هو ظهر مرتين لاحمد، ومره لحسين، ومره لمنى. الريتش بقى هو 3 مش 4. ليه؟ لأن الريتش بيتحسب على حسب الروس. كم راس شافت الحاجة، كم راس شافت الإعلان أو شافت المنتج أو شافت البوست. لما تقول الريتش عندي واقع، لا معناته يعني عدد الروس اللي شافت الإعلان قليلة. لما تقول ريتش عندي عالي، يعني عدد الروس اللي شافت الاعلان قليله. ممكن واحد يشوفه 16 مره، ممكن واحد يشوفه 20 مره، ممكن واحد يشوفه 1000 مره، بس في الاخر اللي شافوه 3. فالثلاثه دول هو الريتش بتاعك. واحنا في الماركتينج بنركز بقى على الريتش مش على الظهور او اللي هو الامبريشن. واعرفها كويس، اعرفها كويس عشان هتحتاجها في الكورس لما تبدا تتعلم ماركتينج. سلام.